السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمالك يعود للانتصارات، الزمالك يعمل مفاجأة لكل مشجعين الزمالك خصوصا وللشعب المصري عموما ولكل الأندية العربية والأفريقية. الزمالك يفوز على المصري بنتيجة 2-1 بأقدام حسام عبد المجيد من ضربة جزاء، وعدي الدباغ اللي ابتدى يفوق مع الزمالك ويلعب زي ما بيلعب مع المنتخب الفلسطيني. الزمالك عرف ياخد الفوز عن طريق الخبرة. الزمالك لعب بطريقة يعني مختلفة جدا عن الزمالك اللي نعرفه. الزمالك بقى عنده سرعة في النقل في الكرة. ضيعنا فرص، كان لنا ضربة جزاء وللأسف الحكم ضغط عنها مع انها باينة أوي ضربة جزاء، بس للأسف ان الوقت دور المجموعات ما فيهوش فار. المصري جات له ضربة جزاء، وانا من نفسي بقول لك ان ضربة الجزاء دي مش ضربة جزاء حقيقية، لان لو بصيتوا هتلاقي نفس الضربة الجزاء دي حصلت في الدوري السعودي وما اتحسبتش ضربة جزاء، لان الايد مقابلة للصدر، مش مادة ايده بعيد. بس هنقول ايه، اهم حاجة احنا خدنا الثلاث نقط، خدنا صدارة المجموعة، بعدنا عن المشاكل اللي بين الطرف الثاني والطرف الثالث اللي هو المصري 7 نقط وكايزر 7 نقط. الزمالك عنده مباراة جوه أرضه، مباراة بره أرضه. المباراة اللي جوه أرضه دي اللي هي بالنسبة لنا هي الصعود، اللي هي مع كايزر، لازم نكسب إن شاء الله، بس لسه وقتها مش جه. الزمالك عرف ينتصر، الزمالك عرف يجدد اللعب بتاعه، اللي هو احنا بقينا نلعب أكتر من مكان، بقينا نلعب على الأطراف، وبقينا نلعب من خط النص، وعرفنا نلعب الكور الطويلة، وعندنا الناس اللي تعرف تستلم الكورة كويس في منطقة الجزاء، ودي حاجة كويسة جدا. مش هنتكلم على السيناريوهات بتاعة المباراة، لأن كل مباراة وليها سيناريو مختلف. الزمالك دلوقتي كان فايق، عرف يفرح جمهوره إننا نكسب ونبقى أول المجموعة. خطوات الزمالك دلوقتي المفروض يركز فيها هي مبارياته مع في الدوري، لأن هو دلوقتي في المركز الرابع، عنده مباراة صعبة جدا، لازم يثبت نفسه عشان خاطر يخش ضمن الأول أو الثاني، عشان خاطر يضمن إن شاء الله السنة الجاية إنه يكون في دوري أبطال أفريقيا ويرجع لمكانه الأصلي اللي خده منه نادي بيراميدز. طبعا لأن نادي بيراميدز ما عندوش أي مشاكل لا مادية ولا إدارية، وفريق ما شاء الله، يعني مش عارف أقول لكم إيه، يعني ثابت زيه زي النادي الأهلي. يمكن النادي الأهلي دلوقتي عنده مشاكل مع بعض اللعيبة، لكن نادي بيراميدز حتى كل فرقته نجوم وما فيهاش مشاكل، فده بيدي لك انه ازاي عندهم قوة في الإدارة، انك انت ما تخليش حد يبقى اعلى من حد. المهم مش هنتطرق لكلام تاني، المفروض كل اللي نقول عليه ان مبروك للزمالك الفوز. مباراة سيبوا الجماهير تفرح، بس الإداريين واللعيبة تفكر في المباريات اللي جاية، اللي هي تقريبا في كاس مصر والدوري، ده بالنسبة لنا مباريات أصعب. الزمالك لازم يفرح جمهوره على الأقل ببطولة أو 2، لازم يصعد السنة الجاية دوري أبطال أفريقيا رغم المشاكل اللي عنده ويحاول يحلها، وإن شاء الله بإذن الله الفوز أو المباريات الفوز نرجع تاني زي الأول، ونبقى بطولات زي ما كنا إحنا تاني بطولات، مش هقول أول بطولات لأن الأهلي أول بطولات، ونرجع لمنصة التتويج تاني. وألف مبروك للزمالك.